اسمي عفان بوعيدة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لأكادير. بالفعل اليوم تم انعقاد الدورة الثانية لسنة 2013 في مقر عمالة زكان إيت-ملول تحت رئاسة السيد عامر صاحب على عمالة زكان إيت-ملول، بحضور رؤساء المجالس البلدية والقروية اللي في المفروض التراب ديال العمالة، وبحضور أعضاء غرفة الصناعة التقليدية والمناديب الجهوية والإقليمية للصناعة التقليدية. الحقيقة تم تناول نقاط مهمة بالنسبة للقطاع ديال الصناعة التقليدية، وهما نقاط تتعلق بأحياء الحرفية والمشاكل ديال الإغلاقات اللي حقيقة كيتعرضوا لها الصناع التقليديين. ولهذا خرجنا بتوصيات باش تكون دراسة شاملة على عملتين سكانية بالنسبة للقطاع ديال الصناعة التقليدية، وبخصوص قطاع الخدمات اللي بحقي هو القطاع اللي كتمتاز به هذه العمالة، وخصوص مدينة إيت-ملول وإنزكان، واللي كيتواجد فيها عدد من الحرفيين في قطاع الخدمات، كان ميكانيكيين والإيطولوري والصباغة. الحقيقة اللي كتكون عندهم إكراهات بالنسبة للإغلاقات اللي كيتعرضوا لها، وبالنسبة اللي حقيقة اللي كطلبنا من رؤساء الجماعات باش في المخططات الجماعية ديالهم باش يخلقوا أحياء حرفية لتجميع هاد الصناع التقليديين اللي هما كيعتبروا اللي كيمارسوا وكيزاولوا مهن اللي كتعتبر مهن ملوثة ومزعجة، وهي ضد البيئة وضد حتى السلامة ديال الصحة ديال الساكنة. ولهذا نتمنى ان شاء الله بهذه الدورة اللي هي كان نقاشات مهمة وحادة باش خرجنا بتوصيات اللي نتمنى ان شاء الله برنامج عملنا على مدينة زكان باش نديروا لقاءات مع هاد رؤساء المجالس ونفعلوا هاد التوصيات. شكرا.